السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمر النير. متنسونوش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. حطوا لي لايكات كتير كتير قد الدنيا. دلوقتي يا حبايب قلبي هعمل معاكم طريقة عمل الكيكة اللي هي الكيكة الطايجة. طبعا انا معايا كوبايتين ونص دقيق، وعليهم رشة ملح، ومعايا كيس محسن كيك، ومعايا 3 بيضات بحرارة المطبخ. طبعا لو انت حطاهم في التلاجة تطلعاه قبلها بنص ساعة، قبل ما تعملي الكيك. وكوباية ونص سكر ابيض، ومعايا معلقتين نشا، ومعايا مع كوباية زيت. وطبعا حشت من كوباية الزيت قيمة يجي معلقتين زيت، وحطيت مكانهم سمنة بلدي بتخلي الكيكة حلوة. ومعايا طبعا زي ما انتم شايفين كده دي كاكاو خام، هقول لكم انا هعمل بيه ايه. ومعايا كوب لبن دافي زي ما انتم شايفين كده. لبن بقى حليب او لبن نيدو زي ما انت على حسب الرغبة بقى بتاعتك. ومعايا طبعا كيس فانيليا. وطبعا بقى هحط كله في الخلاط. حطيت الاول ال3 بيضات، وطبعا وكوبايتين وكوب ونص سكر. ومعايا كوبايه الزيت على السمنه، على معلقه السمنه البلدي. احطهم كلهم في الخلاط واضربهم في بعض. والكيس الفانيليا. واحط بقى الكوب لبن اللي هو الدافي، وهضرب بقى كله في الخلاط. وادي بقى طبعا يا حبايبي اهو فرمتها في الخلاط لمده دقيقتين. لما انت شفتها زي كده، زي بقت زي الكريمه كده بالظبط، هفضها في البوله كده. دي بعد ما اتعملت في الخلاط هفضها بقى في بوله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى وهنزل عليها بالدقيق والنشا والكيس والكيس المحسن الكيك. وهضرب كله في بعض. وهضرب بقى طبعا اتجاه واحد، مش اتجاهين، لا اتجاه واحد. عشان لو عملتي في اتجاهين هتاخد منك هوا. لازم في اتجاه واحد زي ما انت شايفه كده. دي دي المضرب اليدوي. لو عندك مضرب كهرباء عادي، مضرب يدوي عادي، اي حاجه، المهم تتضرب واتجاه واحد. زي ما انت شايفه كده. كده الدقيق كله بيدوب بهوت مع بعض. وادي بقى كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده دي سمك الكيكه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هقسم الكيكه في البوله دي شويه وفي البوله دي شويه، عشان اعملها الكيكه اللي هي الكيكه التايجر. زي ما انتم شايفين كده قسمتها اهوت في بولتين. لان التانية البوله هحط فيها ساده، والبوله التانية هحط فيها اللي هي الكاكاو. زي ما انتم شايفين كده هنزل في ديت معلقتين الكاكاو. وهضربهم في بعض. زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى طبعا بشويه اللبن دول. عشان انا طبعا لما حطيت الكاكاو حسيتك اللي سمكها بقى تخين شويه، حطيت عليها اللبن. عشان عايزه الاتنين يبقوا في سمك واحد، ما يكونش واحده مثلا سمكها تخين وواحده سمكها لا، الاتنين في سمك واحد زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. وطبعا بقى زي ما انتم شايفين كده دي الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الكيكه. حاطه فيها زيت من تحت، معلقه زيت، وعاملاها بالفرشه، وبعد كده عملتها بالدقيق. وهنزل عليها باللي هي الكيكه. زي ما انتم شايفين كده، شويه كده وشويه كده، زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. ما شاء الله.
وادي زي ما انتوا شايفين كده، دي الشكل النهائي بتاعي. طبعا بقى ايه، هجيب خله واعملها بها كده، اه زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. دي بقى طبعا يا حبايب قلبي دي كيكه التايجر. وطبعا ايه هولع الفرن بقى، طبعا انا مولعه الفرن قبلها من اول ما جيت اشتغل في الكيكه، ولعت الفرن. طبعا ايه انت هتولعي الفرن على النار متوسطه، وطبعا على الشبكه، مش بتولعي فوق خالص، بس زي ما انتوا شايفين كده. وهدخلها الفرن وارجع اوريكم تاني الشكل النهائي بتاعي. وطبعا قبل ما ادخلها الفرن لازم ايه ان انا اخبطها كده، اعمل على الصينيه كده، عشان طبعا ايه بقى الهوا لو فيها هوا من تحت بيطلع منها، زي ما انتوا شايفين كده. وكده بقى يا حبايبي ادينا وانا بحطها في الفرن. طبعا انا هحطها، مش هحطها من تحت، لا انا هحطها ايه على الشبكه ذات نفسها، زي ما انتوا شايفين كده. وادينا حطيتها اهوت وايه. والكيكه في كيكه بتقعد نص ساعه، وفي كيكه بتقعد ساعه الا ربع. وطبعا مش تفتحي الكيك تفتحي الباب وتقعدي تبصي وتفتحي عليها الباب، لا تفتحيش عليها الباب خالص الا بعد ما تعدي النص ساعه، زي ما انتوا شايفين كده. وادي اهي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ادي كده الشكل النهائي بتاعي. شايفين ظهرها زي وشها بالظبط، دي ظهرها ودي وشها، زي ما انتوا شايفين قلبها، اه بسم الله ما شاء الله، شايفين زي السفنج معاكي، ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي ياكل. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حطوا لايكات كتير كتير قد الدنيا. تعالوا اتفضلوا معانا، بألف هنا وشفا.